نحن الآن على أبواب رمضان، شهر القرآن، الشهر الذي نقبل فيه جميعا على كتاب الله. صحيح. نريد نصائح عملية للتعامل مع القرآن في هذا الشهر الكريم حتى يكون تعاملنا معه مختلف ومميز عما سبقه من الشهور. نحن اليوم لا نفكر بالعلم ولا نفكر بالعمل، الفكرة كيف تختم، كيف تحفظ، كيف إلى آخره، دون أن نسير على منهج الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع القرآن، وهو التعامل الذي لا ينبغي أن نتزحزح عنه، لأنه هو الذي يجعل علاقتنا بالقرآن علاقة وعي، علاقة دراية، علاقة تجسيد وتطبيق واستهداء. يعني أنت الآن تجد مسلما يختم من 20 سنة القرآن، تسأله هل يعني طوال 20 سنة كانت هناك كلمة قرآنية لم تعرف معناها تعلمت معناها؟ لا. هل هناك صورة كنت لا تعرف موضوعها تعلمت موضوعها؟ لا. يعني 20 سنة وأنت تختم لم تضف لرصيدك القرآني ولو مفردة واحدة، هذه مشكلة. عرفت؟ لذلك من المهم أن يكون رمضان القادم مختلفا، وأن يشهد تحولا مفصليا في علاقتنا بالقرآن. كيف؟ يعني ضع في بالك في هذا الشهر، شهر رمضان القادم، أن تتعلم على الأقل 10 مفردات قرآنية. يعني أنت لما تختم القرآن ستمر بك مفردات ربما لا تعقلها. جيد، ضع في بالك أنك تتعلم 10 منها. يعني أنت مريت بآية مثلا إنما النسيء زيادة في الكفر، ما معنى النسيء؟ لا تعرف، تعلمها. إن أعطيناك الكوثر، ما معنى الكوثر؟ لا تعرفها، تعلمها. هكذا أنت تجمع مثلا 10 مفردات هذه السنة. في السنة القادمة 10 مفردات، التي بعدها 10 مفردات، بعد مثلا 10 سنوات ستكون لديك 100 مفردة قرآنية، هذه ثروة هائلة. بعد 20 سنة 200 مفردة قرآنية، هذه ثروة هائلة أيضا. لذلك تخيل أنت المسلمين جميعا يقومون بهذه الطريقة، سيكون وعيهم القرآني عاليا، ستكون ثقافتهم القرآنية عالية. ضف إلى ذلك لو أنهم تعرفوا على موضوعات الصور، بمعنى هذا رمضان القادم اختر صورة واحدة على الأقل، مثلا صورة العنكبوت، قل أنا أريد أن أعرف ما هو موضوع، حاول أن تتعرف على موضوع هذه الصورة. يعني كل مجموعة آيات ضع لها عنوانا، ضع لها عنوان، ثم حاول أن ترى ما هو الرابط بين هذه العناوين، تصبح علاقتك مع سورة العنكبوت علاقة عضوية، سبحان الله، علاقة وعي ومعرفة. واختر من الصور الصغيرة على الأقل في جزء عامة مثلا صورة معينة أنت استخرج منها الفوائد، الفائدة الأولى منها كذا، الفائدة الثانية، وعبر عن هذه الفوائد بغير ألفاظ الصورة حتى تجبر نفسك على التعامل المعرفي مع الصورة. لأن بعض الناس يأخذ نفس ألفاظ الصورة ويجيبها، لا، ما استفدت شيء. أنت عبر عنها بأسلوبك بألفاظك حتى أعرف أنت فاهم ولا لا، فهمك الخاص. أيوة. فأنت مثلا هذه السنة صارت لك علاقة مع سورة العنكبوت، السنة القادمة مع سورة النور، السنة التي بعدها مع سورة الرعد، سورة هود. فهكذا كل سنة أنت لا تختم القرآن فقط، وإنما تتقدم في معرفتك وعلاقتك مع القرآن وتزيد من رصيدك القرآني، فتكون هذه الختمة ختمة مختلفة. أيضا من الأشياء التي ممكن أن تفعلها أن تجمع الموضوعات القرآنية. يعني مثلا القرآن تكلم عن خصائص الشخصية المنافقة، اجعل مثلا من واجباتك في هذا الشهر أن تجمع خصائص الشخصية المنافقة. اذهب إلى سورة المنافقون، شوف ماذا قال القرآن عن المنافقين، حط الخاصية الأولى كذا، الخاصية الثانية كذا، الخاصية الثالثة كذا. اذهب إلى سورة الفتح ستجد بعض الخصائص. اذهب إلى سورة التوبة من آية 42 فما فوق ستجد أنه يبدأ يتكلم عن بعض خصائص الشخصية المنافقة. فأنت الآن هنا جمعت مثلا 20 خاصية من خصائص المنافق. ماذا تفعل بعد ذلك؟ هنا الاستهداء. فكر ما هي الخاصية من هذه الخصائص التي أنت مصاب بها، أو أحد من أهلك أو من أقربائك أو من أصدقائك مصاب بهذه الخاصية من خصائص الشخصية المنافقة، وتشتغل على نفسك في التخلص منها. أو العكس، ابحث عن خصائص الشخصية المؤمنة. يعني مثلا في سورة المؤمنون ذكر بعض الخصائص، في سورة الفرقان في آخرها ذكر بعض خصائص الشخصية المؤمنة. اجمع هذه الخصائص، عرفت؟ ثم انظر ما هي هذه الخصائص التي لم تتوافر فيك. في خصائص في الشخصية المؤمنة غير موجودة فيك، يجب أن تشتغل حتى تتوافر فيك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب أنت إذا خاطبك الجاهلون ما تقول سلاما، تتهاوش معهم وتفتح، يعني كل ما فتحوا لك باب دخلت فيه. فإذا عندك مشكلة، أنت في خاصية من خصائص المؤمن غير مطبقة فيك. تبدأ وتشتغل في أن تكون هذه الخاصية موجودة فيك، بحيث رمضان القادم أنت متأكد أن هذه الخصائص قد توافرت فيك. يا سلام. هذا الأمر لو فعلناه سوف تتغير علاقتنا مع القرآن تماما، وسوف تبدأ الأمة الإسلامية بالانتقال من علاقة شكلية بالقرآن إلى علاقة معرفية وعلاقة وعي بالقرآن، وليس ختمة فقط دون الوعي بمعاني القرآن. أنا لا أطالب بشيء كبير، هذا شيء صغير يستطيع الكل أن يفعله، العامي والعالم، كل أصناف المجتمع يستطيعون أن يتواصلوا مع القرآن. هذا التواصل المعرفي. جميل جدا دكتور، الله يبارك فيك.